عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير. انا جاي اكلمكم النهارده عن السفر لدول الخليج وخصوصا الامارات. وتعمل ايه لو انت مسافر او تبدأ ازاي. مبدئيا انا اسمي احمد، انا بقالي 5 سنين مقيم في دبي. سافرت على فيزة زيارة، دورت على شغل، ربنا كرمني وشغال بقالي حوالي 2 أو 3 سنين هناك. قعدت فترة الكورونا ما كنتش لاقي شغل يعني وكده، كانت أيام صعبة. المهم، في ناس بتبقى عايزة تعرف تسافر على فيزة زيارة ولا تعمل إقامة حرة. مبدئيا الإقامة الحرة مفيش حاجة اسمها إقامة حرة. انت لما بتحب تعمل إقامة بتروح للشركة بتدفع فلوس، وهي بتعملك الإقامة عليها كأنك انت موظف فيها، وبتديك جواب إعارة أو جواب لا مانع انك تشتغل في أي مكان تاني. آه، دي حاجة أنا ما بنصحش بيها، لأن أول حاجة ممكن ينصبوا عليك. في بعض الناس بتفتح شركات تلم فلوس الإقامات من كذا شخص، 10 إقامات 15 إقامة، بعد كام شهر تقفل الشركة وتختفي وتدخل أنت في دوامة وفي مشاكل. في شركات بتتأخر عليك في جواب اللامانع لحد ما فرصة الشغل التانية اللي انت لقيتها بتروح منك. يعني بيبقى قرف وبتحط نفسك تحت درسهم. تمام. في حاجة اسمها إقامة الفريلانس. إقامة الفريلانس دي بقى إقامة قانونية عن طريق الدولة، ان انت تبقى بتشتغل شغل حر او تقدر تشتغل في اي مكان. بس دي مشكلتها ان هي غالية شوية، بتوصل ل14 او 15 الف. انما الشركات التانية بتعمل الاقامات ب7 و8 تلاف درهم. وطبعا دي بتبقى يعني اغلبها مش قانونية. بس جواب الاعارة نوعا ما دلوقتي قننها شوية يعني. المهم، ده بالنسبة للإقامة الحرة. امتى تلجأ ليها؟ لو انت عندك صنعة، لان مفيش حد بيشغل صنايعية وبيعمل لهم إقامة، او اغلب الناس ما بيعملوش إقامة، زي نجار، سباك، حداد، الحاجات دي يفضل انك تعمل إقامة. او لو حتى رحت شركة محترمة هتعملك الإقامة وتخصمها من راتبك، بس يفضل تبقى عندك إقامة، لانك ممكن تشتغل زي يوميات وحاجات كده يعني. لو انت تشتغل في قهوة او في مطعم يفضل ان يبقى عندك اقامة، لان معظم اصحاب المطاعم والكافيهات ما بيعملوش اقامات للعمال، ولو عملها بيعذبك وبيقعد يخصمها من راتبك. ده بالنسبة للإقامة. وطبعا الشركة اللي هتعمل عليها إقامة لازم أن تبقى شركة مضمونة 100%، وتعرف ناس بقالهم كذا سنة على إقامتها، علشان زي ما قلت لك ما يتنسبش عليك. طيب، أما بالنسبة للزيارة، في دلوقتي فيزا اسمها فيزا البحث عن عمل. ده أنا طبعا بتكلم على الإمارات. دي بتشترط إنك تبقى من أصحاب مهن الايدي المهرة، او تبقى خريج من اقوى 500 جامعة او اول 500 جامعة على مستوى العالم. لها اشتراطات صعبة شوية، بس لما بتقرا اشتراطاتها لو ملائمة ليك او مناسبة ليك، افضل لك انك تعملها عن فيزة الزيارة العادية. ليه؟ لان فيزة الزيارة العادية مش مسموح انك تشتغل بيها. بعض الناس بتستغل الموضوع ده، بتشغل الناس على فيزة زيارة، ويقول له هعمل لك اقامة لما فيزة الزيارة تخلص بتاعتك، وبعد ما فيزة الزيارة تخلص ما يعملهوش اقامة وينصب عليه وما يدوش راتبه. ما بتقدرش تاخد منه لا حق ولا باطل، لان انت شغال بشكل غير قانوني، لان ممنوع انك تشتغل بفيزة زيارة. انت المفروض فيزة الزيارة دي بتروح سياحة وبترجع تاني على بلدك. انا بكده ابقى غطيت الفرق بين الاقامه وفيزة الزياره. انت لو مجالك خدمه عملاء او مهندس، او مجالك هتشتغل في شركه محترمه، ما تعملش اقامه ابدا، لان معظم الشركات دي لازما اقامتك تبقى عليهم، علشان بينزل مخالفات وغرامات. فلو عملت اقامه، اول ما هتلاقي شغلانه في شركه محترمه هتكنسلها لك، وفلوس الاقامه اللي انت عملتها تبقى راحت على الارض. فانت لو ناوي تشتغل في اي شركه، ما تعملش اقامه حره. روح على فيزا بحث عن عمل وهم بيعملوا لك الإقامة. نصيحتي ليكوا، أو أنا لو مكانكوا أعمل إيه، أنت تطلع على عقد عمل. تشوف شركة محترمة سواء في الإمارات، في السعودية، في الكويت، تكون مضمونة. تطلع على عقد عمل، تاخد العقد، تسأل في السفارة بتاعت الدولة اللي انت هتروحها، او ليك حد في البلد اللي انت رايحها يسألك عنها، وروح. حتى لو الراتب ما عجبكش في الأول، بعد أول سنة تمسك إقامتك، أو بعد ما تمسك الإقامة عامة، تبقى عرفت البلد وفهمت الدنيا ماشية ازاي والشغل ماشي ازاي. تروح وظيفة تاني. وبالنسبة للإمارات القانون دلوقتي بيسمح لك إنك تسيب الوظيفة بتاعتك في أي وقت وتروح وظيفة تاني. فأتمنى لو الفيديو عجبكم تعملوا لي لايك وفولو، والسلام عليكم ورحمة الله.